السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقييم كوتشي منترا أنا طلبته من أمازون كالعادة، لأن بصراحة الموقع بتاعهم معرفتش أخش عليه غير بعد فترة يعني. متعود أجيب دايما الكوتشي بصراحة مريح جدا، الأداء بتاعه عالي بصراحة. طبعا البوكسنج مش عايز أقول لك يعني هو إيه أبروف ده. خلينا إيه حلو. شوف شحنتك بقى وشوف حاجتك. منترا الكوتشي اللي قالب الدنيا. منترا يعني بصراحة تقييم كوتشي منترا للمرة التانية، لأن بصراحة الأداء حلو جدا. ويا جماعة أحب أقول لك هو الفينشنج عالي بصراحة. أنا طبعا قسته عشان أعرف أقيم، وشلت أول فتحة لأن أنا عندي وش رجل عريض، بس هو لو قفلت عليها بقى كويس، بس أنا بحب دايما أسيب أول فتحة كده، مش عارف تقليد بقى من أيام زمان. فأنا عشان جربته طبعا، جربته في البيت ما خرجتش بيه بصراحة، بس أنا عارف النوعية دي وعارف حاجتها. في منه طبعا كذا نوع، أنا جايب 4 موديلات بفضل الله، وكلهم الحمد لله مريحين. جربت 2 واشتريت 2 جداد. فبصراحة يا جماعة يعني الستايل ده عجبني بصراحة، وانا عارف منتجاتهم عالية الجودة، مريح جدا، لبسه حلو. حتى بص هو بيجيلك كده، انا شلت اول زرار يعني هو بيجيلك بهذا الوضع. طبعا فكيت بقى عشان ايه اعرف، عشان بقولك انا وش رجلي عريض، وتلك هي حياتي وتحيا مصر. فبصراحة يا جماعة يعني الفينشنج بتاعهم جميل. الكوتش ملزوق ولازق كويس جدا. مش عايز اقولك عن تجربة يعني في كذا موديل قبل كده، لا ما شاء الله حلو قوي يعني. ابص النعل حلو وطري ومريح. يعني بص اداء وفينشنج عالي بصراحة. هتقولي بقى كتقييم ايه من حيث الشكل حلو قوي، بس بوزه طويل شوية يعني. عارف انت، هو انا عارف ده 46 اصلا يعني احنا كده في المقاسات 46. الناس بقى تقعد تقول لك بص بقى وفيتنام ومش فيتنام، لا مصري وهو من انتاج مصري، وبقى ايه حقن بلاستيك مش حقن بلاستيك. 45 ليه يا عسل؟ ما احنا كاتبين 46، في هنا 46 يا مصر. لا 46 بصراحة، مش عارف هم ليه كاتبين 45. بص انا طبعا انا بصراحة 45 ونص 46، في منهم 47 على فكرة وبينزل 47. تمام. واحب اقول لك ان هو بصراحة ما جابش اخر رجلي من هنا. الشغل بتاعه عالي جدا، الاداء بتاعه مريح. كواحد بقى بيلبس كوتشيهات وانا عمري في 50 مثلا، فاحب اقول لك ان منترا كمنتج مصري محترم قوي 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 قوي. يعني جبت منتجات كتير قوي اصليه وشغل توكيلات وشغل عادي وشغل من الرصيف وشغل تحت السلم وشغل فوق السلم. ف لا كمنتج مصري هو متميز بصراحه. بكلمك جد كشكل وكأداء وكخامة. خامة بصراحة كخامة. فكك ان النعل يعني بص لو انت بتضغط كده هو مش هيتني معاك قوي بالكلام ده، لا لكن هو مريح في اللبس جدا بصراحة يعني. وعندهم برضو خامات التانية عالية قوي، بس ده ستايل انا يعني بحبه، اللي هو ستايل التنسينج، ستايل الفلاتات. هتقعد بقى تقول لي مصطلحات واصلي ورانينج ومانينج والهري ده. خدت بالك كوتشي هتقول اصل الفوم اللي مش عارف مين اللي داخل في مين عشان رايح فين. حضرتك ده كوتشي يروح بالشغل. رانينج عارف انا بجيب رانينج منين وليه وعشان ايه. خدت بالك. ف يعني ده كوتشي مشاوير وحاجات والكلام ده. طبعا مش هقعد بقى اعمل لك البحر طحينه والكلام ده، هقول لك معلش يعني فين التهويات. فين التهويات؟ هو ده شتوي بحت على فكره. ده شتوي بحت، ممكن مشهور شويه كده في الصيف عشان لونه ابيض. يعني هو انا طبعا انا بحب اللون لانه بيديني الوان مش عندي ومغطيه حاجه. يعني انا ما بحبش النسيج قوي، وما بحبش ان الكوتش ما يكونش مخرم. يعني اول ما لبسنا اديداس، وكان في يعني طبعا انا ما منتقدش حد، ولكن يعني ده لازم يكون. انا هوي رجلي فين؟ يعني فين فتحات تهويه رجلي؟ مع احترامي طبعا المنترا، فاهمني. يعني ستايل حلو جدا على فكره، وستايل محترم والوان روعه، الوان حلوه على فكره. تمام. يعني ممكن يكون برضو ايه يعني عشان المتانة عشان الحاجة، بس يعني كده كاتمة قوي. انا عارف ان في طرازات بتنزل كده، بس احنا الجو في مصر
حتى لو في الشتاء فبرضه بيبقى ايه يعني داخل في حوارات، انت فاهم برضه البلد واللي بيحصل في البلد، خدت بالك. فبرضه يعني بص انا بقول لك يعني ايه كفينيشنج لا يعني كويس، يعني ممكن تلاقي برضه حاجات كده ايه يعني تايهه منهم شويه، خدت بالك. لكن اقول لك هو راحه لا، انا مجرب النوعيه دي ومجرب حاجتها وبصراحه يعني بصراحه كواليتي حلو قوي. حتى جبت حاجات اصليه ما كانتش عجباني بصراحه. ف طبعا يلزمنا طبعا ان هم ايه، هو مكتفي ان هو كاتب على الشوز نفسه حلو. حته برضه انه يكتب بالقلم دي يعني لوكالي قوي يعني. انا بس مقيم لك كل حاجه كبوكسنج انبوكسنج من امازون لا حكايه. واوريك بوكسنج في الفيديو الجاي بتاع منترا نفسهم، انا جبت منهم كوتشي بصراحه بس خرجت بيه، بس انا قلت ابين لك عشان ما يبانش ان هو مبهدل ولا مطرب ولا الكلام ده. فده لسه ما خرجتش بيه، فقلت الحق بقى اعمل لك ايه، اعمل لك فيتيو عليه. فلا يعني عايز اقول لك يعني الحاجه دي حاجه محترمه، وده كان ب 700 جنيه، نازل من 900. وانا بجيب في الفئه اللي هي ما بين ال 500 وال 700، وما بحبش اكسر فئه ال 1000 يعني لحد النهارده. مع اني ممكن اجيب سكنتشر على فكره برقم ومبلغ، بس بعمله تانية غير العمله، ان ابقى بره يعني من الاخر ان شاء الله يعني. انما حته بقى ان انا اكسر ال 1000 في كوتش دي نفسيا، لان انا جيلي السبعينات يعني، مواليد 76، فاقول يا عم جيلي الثمانينات عبال المواعينة، فمش يعني سامحني. حتة ألف دي في أي حاجة، بنطلون قميص تيشيرت، يعني أخش عليها وأقرب منها لا يعني إيه يا جدعان. أنا وعيت إن في شقة ب 3000 جنيه، فما تاخدنيش في حتة مش بتاعتي. هتقول لي ظرف ومرفة، أقول لك لا في عقد نفسية بقى وفي شغل، مع إن ربنا يهدينا. المهم يا جماعة أنا شايف بصراحة تقفيلاتهم حلوة، شغلهم حلو جدا. آه أنا حتى ممكن ألبس دلوقتي وأوريك في رجلي من غير شراب، ودي ميزة بقى. البس كيس بقى، البس شراب، البس ماليش دعوه يابا، اتزنقت في حوار ولبسته من غير شراب انا هيعمل ريحه بنت لذينه. ولكن انا هبينك شكله وهو من غير شراب على ابوه بقى كده اهو. احب اقول لك اهو بعد ما لبسته، واحب اقول لك يعني ايه كستايل في الرجل. لا بقى اتفضل بقى، اتفضل يا مصر، حلو جدا بصراحه. طبعا الفرد التاني عايز تظبط زي ما قلت لكم، الناس ما لبستوش اصلا. لا مريح بصراحه، ولو في سبيس، في سبيس، بص تاخد وتدي، تاخد وتدي يعني. انا عارف ان انا 45 ونص، بس انا بلبس 46 برضو ايه، عشان ما بلاقيش النص ده، ولو لقيت النص بيبقى محبك قوي، فانا بحب ايه، بحب اخد ودي. مش عايز اقول لك انا لما اتخنت رجلي تخنت يعني هو مقاسي زاد، ولما خسيت مره مقاسي نقص شويه. انا باخد الكومن بقى يعني ايه، تخنا بقى ما تخناش، خسينا ما خسيناش. لا بقول لك ستايل قوي، ستايل قوي، ستايل قوي. هم بس حته البوز دي سنه صغيره يعني كيرف يعني، واخد اليبسي شويه من قدام، فاهمني. فلا يعني ايه عارف انت، والله صوره جاحده، خليها ايه جميله. ده كان تقييمنا المنتور يا جماعه، وتراقب بقى الايه الكوتش القادم.